السلام عليكم، أهلًا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. النهارده قبل ما ندخل على وصفتنا حبيت أعرّفكم بعصافيري. يا سلام لمّا الواحد يصحى كده من النوم يبُص في الجمال ده، شايفين ألوانهم؟ أنا دايمًا باحب اللون الفاتح، الليموني والرصاصي ألوان كده خطيرة وشكلهم خطير. هاغيّر لهم المَيّة كده قبل ما نشتغل في وصفتنا، ونحط الأكل برضه عشان هُم طبعًا بيحبوا النضافة، يوميًا كده بتتغيّر المَيّة دي باحط لها فيتامين. يالّا نسمّي الله كده ونشوف وصفتنا النهارده اللي تنفع في أي عزومة تشرّفِك كده. إحنا طبعًا مش عايزين الأكل التقليدي اللي هو الطبيخ العادي وخلاص، دايمًا كده بقى خلّيكِ تعملي وصفات تغيّري فيها. النهارده عاملين الفراخ دي الخطيرة اللي تشرّف كده في أي عزومة. عاملين الفراخ محشية كده بخلطة من الرز وتقدّميها كده مع مكسّرات. أول حاجة هنجيب بولة هاحط فيها بصلة واحدة مبشورة وطماطماية مبشورة وفلفل حار لو حابة، أنا برضه فرمته ناعم. بيخلّي الطعم مضبوط، لو حابة تستغني عنه تمام. حطيت عليه بهارات بقى ملح وفلفل، وحطيت معلقة من ال7 بهارات اللي هي معلقة بهارات الفراخ. لو كنتِ لسه ما عملتيش البهارات الفراخ لأ لازم تعمليها، فعلًا بتودّي الأكل في حتة تانية خالص. وحطيت معلقة من العسل الأسود، بتخلّي لحم الفراخ طري جدًا وطعمه مسكّر وجميل، مش هتحسّي بيه. وحطيت عصرة ليمونة، وهاحط معلقتين من الزيت، ومعلقة من السكر، واحط علبة زبادي. دي كل البهارات اللي انا حطيتها في تتبيلة الفراخ. طبعا قلنا الفراخ مغسولة كويس خالص ومحطوطة في مية وملح قبل ما نحطها في التتبيلة دي. اهم حاجة نضافة الفراخ، عشان خاطر مهما نحط تتبيلة والفراخ ما اتحطتش في محلول النجع لمدة نص ساعة بيبقى فيه ريحة زفارة. بعد ما حطيته في محلول النجع شيلته وهحطه في الخلطة دي اللي هي فيها البصل والطماطم، وانا هسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف. الزبادي هنا بيخليها طرية جدا وما تنشفش معاكي في الفرن. مش هنسلقها ولا أي حاجة، هنشويها في الفرن. طريقة كده جميلة وهتعجبك وسهلة جدا لو كنت مبتدئة في المطبخ. هنزل كده بالفراخ بتاعتي، الفراخ دي بلدي عندي 3. لو انتي حابة تستعملي الفراخ الكبيرة البيضة على حسب أوزانها ممكن تجيبي 2 كبار، ممكن تجيبي على حسب العدد عندك. أنا حبيت النهاردة أعملهم بالفراخ البلدي. جبت 3 بعد ما نضفتهم حطيتهم في محلول النجا وهغطيهم. يا سلام ده من بالليل بيبقى أحلى. لو مستعجلة عليهم أقل حاجة ساعتين. هنعمل بقى إيه الخلطة بتاعة الرز اللي إحنا هنحشي بيها الفراخ، وهنحط منها من تحت الفراخ. أول حاجة حطيت حلة على النار، حطيت معلقة من السمنة وحطيت معلقتين من الزيت، وهنزل ببصلة مقطعة مكعبات صغيرة زي ما شايفين، وحطيت عليها ملح وفلفل. لو حابة تحطي كركم حطي، أنا حطيت نص معلقة من الكركم يبقى لونه أصفر. لو حابة تعمليه أبيض تمام. وانزل بقى بالرز بتاعي. أول ما البصلة تصفر هنزل بالرز بتاعي، طبعا الكمية اللي انت تحبيها. أنا حطيت 4 كوبايات من الرز. هادّيهم كده تشميع، أنا مش هاخلّيهم ياخدوا لون، بس كده يشمعوا بالمادة الدهنية وانزل بالمَيّة المغلية بتاعتي. طبعًا أنا حطيت ملح وفلفل طبعًا تدوقي وتضبّطي الطعم. أول ما تغلي كده أغطّيها واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. وبعد ما استوى معايا هاخد كده مقدار في بولة أحشي بيه الفراخ بتاعي. ويالّا على طول كده نحشي الفراخ بتاعنا. حطيت صينية كده عشان أحشي عليها، هاجيب الفراخ أطلّعها من التتبيلة واصفّيها كويس، بس عشان الخلطة والرز كان سخن معايا حشيت بالمعلقة، بس أنا دايمًا باحشي بإيدي، وإيدي دي نضيفة جدًا يا جماعة أكتر حاجة بتتغسل. وهاقفّلها كده بالشكل ده. وأنا عملت لِك كذا وصفة بالفراخ، لو كنتِ مبتدئة في المطبخ القناة دي هتفيدِك. ادخلي على قناتي هبة من الألف للياء، باعمل كذا وصفة للفراخ من نضافتها وحشوها وسلقها شويها زي ما تحبي. باعمل لِك دايمًا وصفات مختلفة غير وصفاتنا العادي التقليدية. هاحشي كده برضه من ناحية الرقبة بالشكل ده، والجناح كتفته وديته من الناحية التانية، وهرص جنب كده لحد ما احشي الكمية بتاعتي. مش هنكبس رز خالص عشان ندي مساحة ان هو ايه ما يعجنش مني جوه الفراخ، يدوب كده حاجة خفيفة. نيجي بقى لتسوية الفراخ دي، ما تقلقيش منها خالص، انا عايزاكم تجربوا كل الوصفات. نجيب صينية كده وهنجيب كيس حلواني، الكيس ده اللي بنحط فيه كيس حراري، بنحط فيه اي حاجة. الكيس ده كبير ممكن يشيل معايا بطة، ممكن يشيل معايا ديك رومي. احنا جبناه كبير عشان خاطر عاملين 3، وفي منه اكياس صغيرة بتتجاب من عند مستلزمات الحلواني او اي سوبر ماركت.
لو كنتِ أول مرّة تستخدميه أنا هاعفّره بمعلقتين من الدقيق عشان خاطر ما يلزقش منه معاه الفراخ. بعد ما عفّرته فضّيت الدقيق الزيادة وهاحط فيه الفراخ بتاعي. عندِك 2، 3، 4 بتشيل ما شاء الله زي ما شايفين الكيس كبير. هاقفّله التقفيلة دي برضه بتاجي مع الكيس، بيبقى عبارة عن سلك خفيف، هالفّه كده وأتأكد إن هو اتقفل كويس، أحطه كده في صينية مرتاحة فيها تكون واسعة كده تشيل الكمية بتاعتي، وتجيب سكينة سنها رفيّع وأعمل فتحات بالشكل ده، عشان خاطر تطلّع أي بخار وما يبقاش مكتوم معايا. هاحط كده 3 كوبايات من المَيّة وأدخّلهم على طول بس بعد ما أغطيهم بورق فويل. أنا ما كانش عندي ورق الفويل الخفيف حطيت التجيل ده اللي بتاع البوتاجاز، ويالّا على طول كده في فرن سخن. أول ما بيستوي معايا بياخد نُص ساعة في الفرن، أول ما يستوي معايا باجيب المَجَص وافتح كيس الحلواني والشواية وبياخد لون، بيطلع ما شاء الله طعمه كده خطير. أنا عايزاكم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم إيه فيها. والرز طبعًا بِرِد لحد ما حطينا الخلطة في الفرن. تسخّني الرز إزاي؟ تحطّي كوباية مَيّة مغلية على نار هادية وتسيبيه لمدة 10 دقايق يسخن ويبقى زي الفل. هاقدّمه تحت الفراخ بتاعتي. شايفين ما شاء الله واخدة اللون الخطير واستوت، خدت نُص ساعة بس في الفرن عشان فراخ بلدي، لكن لو كانت فراخ البيضة الكبيرة ممكن ممكن ساعة إلا ربع. وبكده وأي مكسرات عندِك ممكن سوداني، زبيب، أنا كنت حاطة كاجو. وبكده وصفتنا النهارده خلصت، أتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم، ويا رب دايمًا يحسن ما بين إيديكم. أشوفكم على خير.